بتناقش معه على الواقع شذا، ما بتناقش معه على لايف، ما بفتح لايف مشان انا حل مشاكلي وخصوصياتي مثلا مع حبيبي. انا عندي مشكله مع شخص، مع شريك حياتي. العالم بس رح لك شغله، العالم صايره جوعانه ترند، جوعانه شهره. بيعرفوا انه مثلا الفيديوهات قديمه، بس اوكي كيف بده يرجع ينحكى عنهم؟ هيك العالم صفيانه كلياتها جوعانه شهره وترندات. انا لو عندي شخص شذا في حياتي، في شيء اسمه الو انت وينك، شو سويت، ليش هيك. المهم انا اكون مقتنعه، مو مهم اللي عندي هم مقتنعين. انا ما رح ضل ابرر للناس، هذه بحكي لك في العلاقات الصح. طيب انت شو ناويه تتصرفي؟ انه انت طلعتي بس حكيتي، مو ناويه مثلا تعملي اي شيء؟ لا ما رح اعمل هلا اي شيء، بس اذا طول الموضوع ونجبت انا مره في شغله ثانيه. هي قالت هي عرفت انه على اساس احنا، على اساس هي حسب تفكيرها انه علاقتنا مو رفقات من ردي. هي دخلت عندي بفيك اكاونت. انا لو كلمتني باكاونتها ولا سالتني عادي بجاوبها. قالت لي وينه فلان في بيتك؟ يا اخي انا قلت لها لا حبيبتي، البيوت مو الي، انا تعشيت ورجعت على بيتي، البيوت لناس ثانيه. يعني شوف، هاي كانت ردة فعل. فانتي لما تسوين تقولي كلام، ما فيك تحاسبني على لكل فعل ردة فعل، صح؟ صح. يعني انا جاوبت من هاي القصه. ويلكم. سوبرمان طيرنا. سوبرماني الرحب. سوبرماني ويلكم. شعر نظيف جايز. نسكروه الموضوع. انا نصيحه لاي بنت، خصوصياتك ولا علاقتك ولا انت شو تسوين وهاي الامور لا تنشرها على السوشيال ميديا، هذا الشيء خاص. الا اللي بينشروا هاي المواضيع بس ناس بدها تجيب مشاهدات. هدول اللي بيشتغلون بحياتهم الشخصيه. انا اذا بحب حدا مالي اخر همي ابراهيم وينه اسدك. انا اذا عندي حدا في حياتي اخر همي السوشيال ميديا، ما رح طلع الشخص اللي انا معه على السوشيال ميديا وحلل حياتي الخاصه على السوشيال ميديا. في فيديوهات انتشرت لأماني، بس هي عم تحكي وعالم تعرف هيك جوعانة شهرة وترندات وهيك قصص. المهم هلا عيدينا الحديث. يا عيدينا حديث سوبرمان. لو كان السكور اللي كان نزل عندي انا كنت عدت لك الحديث. اما يشطب نو تعبت تعيد لك شذا. يا حرام شذا ما تعرف شو القصه. بعرف القصه من قبل ما انتم تعرفوها. عارفه انا نشرت الفيديوهات. ترى شذا هي المسربة. فهذا هو. خليه انتشر لي فيديو وانا مخطوف. صح بس خلاص بتحكي انا وانا كمان. هو اي شيء يصير انا السبب. انا اللي خاطفته، ما شفتي؟ لا حتى سوبرمان مخطوف. انا خطفته. كل شيء انا سببه. بين شفتوا؟ مو انا الخاطفه، انا ما خصني. انا الخاطفه. انا سكروا الموضوع. anyway guys، عودوا فرقوا بين خصوصياتكم. خلص ما خصنا بقى فيديوهاتك تصطفلي. من قالك تصوري هيك فيديوهات؟ يلا ومن نفس ولا ما حدا يخطف حدا، ترى هو مو لعبه ولا هو انسان يعني. يعني انا هلا ما فيني ادخل عند شذا واخطف لها مثلا حسين او سوبرمان. يعني اذا هم كانوا عندي لا ما فيك، يعني لانه انا خطفتهم. هلا وانا خطفتهم اوكي، فما عاد فيك تخطفيهم. لانه ليه؟ انا مخبيتهم. عرفتي؟ ما حسين ما حدا بيقدر يخطفه. نو واي. سوبرمان سوبرمان عنده مشكله احيانا بينخطف سوبرمان بس ما يطول في الخطف. شفته؟ ايه فورا هيك يعني بيروحوا بيخطفوه. اسمع، بيخطفوه من 5 ل 10 دقائق وبيرجع. بس حسين صراحه لا، شفتوش ولا مره مخطوف لحد الان. حاولوا عالم هيك يخطفوه، بعدين فورا دارك الموضوع. يعني هيك بلشنا بالقصه، في حدا اجى بده يخطف هيك، لا رواق القصه والامور طيبه. هذا حسين. اما سوبرمان بعد ما خطفته لا، هيك بيروح بفلت ايده، بيروح شوي بيرجع. بس تخطف. شفته عند 80% من بدايه التيك توك.
ما شاء الله كل ما دش اذهب لاقيه بوجهي. قلت له ارحمني ارحمني ارحمني، خليني العب جوله وانت مو بوجهي. يا عادي، المهم ارجع بس لف 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 وارجع لبيته شذا ولا المهم حسين ما بينخطف هيك مشوار صغير ورجع فورا. قومي نفزي حكم يلا. حسين راح مشوار وين؟ يعني هيك طلع من لايف هيك تفركش بلايف الحمد لله فورا رجع. اوف، ولايف مين؟ انت كمشتو؟ المخطوف ما بينخطف صح 100%. المخطوف قومي نفزي حكم او جيبي رباعي. جيبوا رباعي، تعي نتسلم.